كنت أراكم من وراء النوافذة. هذه كانت أول كلمات الشاب الجزائري بن عمر عميرة الذي اختفى في ظروف غامضة منذ عام 1996، وتم العثور عليه منذ أيام داخل حظيرة في منزل جاره في واقع أقرب إلى الخيال. فماذا حدث لهذا الشاب، ولماذا اختطفه جاره طول هذه السنوات؟ في عام 1996 خرج الشاب بن عمر عميرة البالغ من عمر 16 عام من بلدته القديمة متجها إلى وسط مدينة الجلفة، لكنه لم يعد، فبحث عنه أقربائه له سنوات طويلة، ونشر صورة في التلفزيون ولكن دون جدوى قبل أن يعلن أنه مفقود. بسبب الأحداث التي كانت تشهد الجزائر في ذلك الوقت من حرب أهلية سميت بالعشرية السود، فاعتقد أهل الشاب أنه قد اختطف أو اغتيل من قبل الإرهابيين.